صباح الخير مزيوناتي، مرحبا بكم في قناة بنيتة وماماها. اليوم غادي نقدم لكم عصير منعش رائع وكيجي وصحي. هو بالليمون الحامض، سكينجبير والنعناع. دابا غادي نبداو المقادير. عندنا يطرو واحد من الماء، وحمضة وحدة مقطعة ومقشرة، وخمسة ديال أوراق النعناع، وسكينجبير طري عملت 2 مكعبات ديالو صغارين. وبالنسبة للسكر طبعا حسب الذوق، كل واحد من الكمية اللي كيبغي. كنوضعوا هاد المكونات كلها في الخلاط الكهربائي، كنضيفوا عليها طبعا لتر ديال الماء، ومن بعد كنخلطوها كامله. انا عملت غير 2 مكعبات صغار ديال السكينجبير الطري. طبعا كتبقى تاخذوا غير 2 مكعبات صغار كما قلت لكم، ما تاخذوش كتار باش ما يجيكمش المذاق ديالو مر. انا هاد القياس هذا هو اللي مجربه، هذاك الشيء علاش بغيت نقول لكم. من بعد ملي كيتخلطوا المكونات كلهم في الخلاط الكهربائي ممكن تصفيوهم. الا بغيتو يبقاو الحبيبات ديال الليمون ممكن ما تصفيوهمش. انا صراحه ما صفيتوش لان كيعجبني من نكون كنشرب نحس بالحبيبات ديال الليمون. من بعد كنوضعوه في الثلاجه حتى كيبرد وكيتقدم بارد. كنتمنى تجربوه، وهذا العصير هذا عنده فوائد عده، لان كما كتعرفوا السكينجبير هو كيطرد الغازات من المعده وكيحرق الدهون، يعني الناس اللي بغات تنحف. عاوتاني والليمون طبعا حتى هو كيحرق الدهون ومضاد للبكتيريا والميكروبات من الجسم، يعني مفيد بزاف. والنعناع طبعا كيساعد على تسهيل عمليه الهضم وطرد الغازات، وعاد هو كيعالج الاسهال. داكشي علاش هذا العصير كيكون غني جدا وصحي. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا، وبالصحه والراحه.